أوردرك من أصحاب الأوردر الحقيقي تقسيم وتشريد الشعب السوداني. ألا أنتم ما عندكم حياة يا ناس؟ أنتم بشر مثلنا يا عضوية الأحزاب. هل أنتم بشر مثلنا؟ هل أنتم بشر مثلنا؟ أنتم ما عندكم دين؟ ما عندكم رب؟ ما عندكم رب؟ ما عندكم قيم؟ ما بتقاروا عليك. استغيل ما طول عمركم يا استغيل، ما طول عمركم ده بتتاجروا بالشعب السوداني. شعبنا الأبي ماذا فعلتوا لشعبكم؟ أسأل عليك الله، أنا كمواطن سوداني طبيعي لو الجنجويد، لأنه اللي فعلوه في الشعب السوداني يستاهلوا أي حاجة، مع إنه لم يستخدم الجيش شيء. الجيش بلاهم بالعديل، بلاهم ابتداء من جيشنا ده، براه هيئة العمليات، جاءوا العمل الخاص، جوه جهاز الأمن من البداية لحد ما جاءوا الشعب السوداني وجات حركة الكفاح المسلح. حفاية ناس العمل الخاص وهيئة العمليات دول بيمشوا بالسفنجات، كلاش مقابل الكورنيت. عمارة كانوا بيطلعوا له فوق للقناص، تتك بيجدد فيهم، وصيدوا في ولاداتنا وشهدائنا. بيصيدوا فيهم كده زي الغزلان الجنجويد. كانت عقيدة وإيمان بأنه هذه الأرض لنا، كانت عقيدة إيمان ندافع عن البلد دي وعشان أهلها وعشان شعبها، وما بنسلمها للجنجويد. وعسكري في هيئة العمليات أو جهاز الأمن أو العمل الخاص حفيان، تفرد حفيان جزمة ما عنده، ياكل بصل وياكل توم. ذكر ابو رهف طلعوا معانا اخواننا من جهاز الامن اللي تحدثوا انه من الغناصين في وسط الخرطوم كانوا المويه بيشربوها بالليل، لانه لما نمشي للخرطوش المويه منه 10 متر ما بيقدر يصلوا الا بالليل. يسحب بالليل، لانه القناص في كل العمارات دي من فوق الا بالليل حتى تشرب مويه. الناس دي صمدت في المهندسين ديل، اكلوا دقيق، شربوا دقيق. تعرف الدقيق زي ما هن في الفاشل شربوا دقيق بملح، والعساكر في الصحراء بيشربوا دقيق بملح. في ضباط كبار فينا في المهندسين دي شربوا ملح. الدقيق ده صوته كده بيشربوه وصبروا لحد ما جاهم الفرج. في المدرعات في صلاح بيسموها شنو؟ في القياده العامه دي، اقسم بالله كان العدس وجبتنا المفضله، والعدس ذاته قطع. قاده القوات المسلحه ما باعوها. برهان ذاته كان بيقاتل مع الجيش ده من داخل القياده، هو قناص ماير. الناطق الرسمي باسم القوات المسلحه كان محاصر في الاشاره دي. لما شفنا العياده اللي كانوا بيتعالجوا فيها، اقسم بالله فار ما يتعالج فيها، مختبر بتاع فيران اجمل منه داخل الاشاره. ما باعوا السودان، ما خانوا السودان، تعلموا الشرف يا عديمين الشرف، تعلموا الشرف. تعرفوا شنو؟ اخترنا الشهاده في سبيل الارض والعرض والدين، اخترنا الدفاع وصلاح القناعه بانك تقدم البلد دي. ده اقوى اجسادنا في ده السودان، نقدم اجسادنا دي كسودانيين في ده البلد دي بمختلف مسمياته. ده اللي اخترنا نحن، ده اقوى الاصطفاف خلف القوات المسلحه. اخترنا ان نقاتل معا كابناء شعب سوداني. اخترنا انه المشتركه والجيش اللي كانوا بيتقاتلوا ان يقاتلوا في خندق واحد للدفاع عن السودان. اخترنا ان تندلع المقاومه الشعبيه من رحم هذا الشعب العظيم مناصرا لقواتها المسلحه. اخترنا تقديم شهيد تلو الاخر في كل المحاور. اخترنا والدعمين من الجمهوريه يمشي يموت هناك في فك حصار كادوكلي. اخترنا المورالي، الام حاصرت الحركه الشعبيه وجوعتها وكانت تضرب فيها يمشي ينقذ امه في جبال النوبه. اخترنا البراؤون والدراعه وقواتنا المسلحه على هرمهم كلهم تمشي تقدم الشهيد تلو الاخر عشان تفك حصار هناك في كادوكلي. عشان كده انتصرنا، سننتصر مهما تكالفتوا علينا، سننتصر مهما تآمرتوا علينا، سننتصر بمشيئة الله حتى وإن تكالبت علينا الأمم كما تتكالب علينا الآن. كل ما تقدمنا مترين صرخ العالم
لئن غاز الجنجويد من الانهيار. هدنة غصبا عن عينكم أيها الشعب السوداني، هدنة غصبا عن عينكم يا قادة الجيش. أينما تقدمت القوات المسلحة وأوشكت على تحرير كردفان ودارفور صرخ العالم، ليس دفاعا عن الشعب السوداني ولكن دفاعا عن الجنجويد. تصبحوا على خير. نصر من الله وفتح مبين.